ليه كده؟ ليه توصلوا البني ادم لكده؟ سبق وصلته شان سرور، وسبق وصلته في القبض بيكون من اول 36 دولار لحد 2000 و3000 دولار. القصه كلها بس زي ما قلت لكم، انتوا هتفتحوا لايف بوشكم، مش هتفتحوا نت ستريم. الاضاءه كويسه زي ما انا قاعده كده، نت كويس، انا مش محتاجه من سيادتك اكتر من كده. انا معرفش يا جماعه، وكانه دي دعوه لدعاره مقننه. انا معرفش والله، انا معرفش دي تجاره رقيق ولا دي دعاره مقننه ولا مستحيل بقول عادي ضربت الشهرة، لكن توصل للتبلي. هو انت عشان تعمل نفسك محتوى هتتبلى على الناس؟ واحد محترم ليه على اخر الزمن يجي حد يقول انت معرفش ايه؟ قعدت الناس في البيت افقدتهم عقلهم، ومفيش كلمه انا قلتها غلط عشان اتحبس عليها. انا اللي المفروض احبسك، انا المفروض اقضيك على التشهير وتشويه سمعه شخص. وانا حتى الان مش راضي اروح احبس المذيع، ومش راضي اروح اقدم فيه. قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة اليوم الخميس تجديد حبس المتهمة حنين سالم عبد القادر 15 يوما على ذمة التحقيقات. وكانت النيابة أكدت في بيان لها أمس الأربعاء أنها قررت حجز حنين بعد أن واجهتها بما نسب إليها من اتهامات، وما ضبط بحوزتها ومشاهدة مقاطع مصورة مذاعة لها، وسؤال الضابط القائم بضبطها. وكانت النيابة العامة أعلنت عن بدء التحقيق مع المتهمة أول أمس الثلاثاء في الفيديوهات المنشورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي. وعلق حسام عبد الهادي والد الطالبة حنين حسام صاحبا مقطع فيديو افتح الكاميرا على قرار حبسها قائلا: مش هسيب بنتي حتى لو اتحبست. وقال والد طالبة الأثار: التحقيقات لسه شغالة، ما اقدرش اعلق على قرار الحبس والتحقيق بحلو او وحش الا لما يخلص واطمن على بنتي. وكانت نيابة شمال القاهرة الكلية بإشراف المستشار ياسر أبو غنيم المحامي العام الأول بدأت التحقيقات مع الطالبة حنين حسام صاحبة الفيديو افتح الكاميرا الذي أثار جدلا على تيك توك ولايكي لبثها فيديو للتحريض على الفسق والفجور. وظهرت حنين في الفيديو من منزلها ودعت الفتيات إلى العمل من المنزل بعائد مادي يصل إلى مئات الدولارات، قائلة: أنا عارفة إن في ناس كتير قاعدة في البيت وأشغالها تعطلت، عشان كده أنا عملت وكالة على لايكي، الجروب هيكون بنات بس. وطلبت من متابعيها وخاصة الفتيات عمل فيديو لايف على تطبيق لايكي مقابل أموال كثيرة. انا عارفة ان قعدتنا في البيت دي جت بالخراب علينا كلنا، وعارفة ان ناس كتيرة قوي اشغالها تعطلت، وعارفة ان ناس كتيرة عندها مشاكل مادية الفترة دي. عشان كده انا عملت وكالة على لايكي. الوكالة دي انا خلاص مسكت ورقها ومسكت ادارتها، ومش هزار ومش دعاية، لا هي وكالتي انا اللي هكون موجودة في الجروب. فكل البنات اللي عايز تدخل في لايكي انا بس مش عارفه قوي يا حنين. طب ايه مواصفات البنات اللي انت عايزاهم؟ اول حاجه ما يقلوش عن 18 سنه، يكون شكلهم كبير شويه. المفروض ان حضرتك مذيعه. انا مش هكون عايزه 20 بنت قلعين ملط عشان يجيبوا دعم وناس، لا انا عايزه 100 بنت يجيبوا بين واحده احسن. ما التارجت هنا يا جماعه مفتوح، فكويس ان مش كل الناس هتتساوى ببعض. انت لو جبت 5000 ليك قبض معين، لو جبت 10، لو جبت 30، لو جبت 80، لو جبت 200، لو جبت 300، لو جبت 400، كل حاجة بتكون ليها قبضها.